السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايبي؟ اخباركم عاملين؟ يا رب الكل يكون في افضل حال. حلقة جديدة معاكم النهارده، مكملين في سلسلة الفيديوهات القصيرة اللي وعدنا حضراتكم بيها. هنتكلم النهارده في حلقة جديدة، بنستهل كل حلقة بآية جديدة من كتاب الله عز وجل. الآية النهارده في سورة الكهف، ربنا عز وجل بيقول: قل لو كان البحر، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. يعني عايز اقول لك مثال، كأن لو البحر ده كان مثال لكلمات ربنا على عمقه وارتفاعه وكبر حجمه الضخم ومساحته، لنفد البحر ده يخلص وكلمات ربنا سبحانه وتعالى ما تخلصش. وده برضو بينقلنا لصورة تاني، هي صورة العطاء بتاع ربنا عز وجل برضو، انه عطاء الله لا ينفذ ابدا. عارف يقول خزائن ربنا مليئة بكل انواع الارزاق وملهاش نفاذ من كل حاجة. لما ربنا عز وجل بيقول في سورة تاني: إن هذا لرزقنا ما له من نفاذ. فإيه، لازم نركز جدا جدا في الجزئيات دي. طب النهارده جايين نتكلم على الطرابيش. لو أنا عندي طربوش من قدام يا دكتور، أحسن أعمله غالي ولا رخيص ولا مش هتفرق؟ أقول لك لا، الأفضل لو سنانك من قدام تعمله نوع غالي اللي هو اسمه زركونيا. النوع الرخيص اسمه بورسلين، وده بيتعمل في الأسنان اللي ورا عشان بيبقى إيه، بيبقى شكله حتى لو كان جماليا أقل ما يبقاش فيه مشكلة جامد، وعشان في العض بيكون أقوى يعني. فأنت دايما بتختار على حسب المكان بس. وفي نوع تاني اسمه ايماكس، بيكون ده غالي، يعتبر طبقات معينة هي اللي بتقدر تشتغل عليه، انما الزركونيا ده يعتبر حل وسط معقول. اشوفكم الحلقة الجاية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.